صدمة قاسية جدا ومفجعة تلقاها الوسط الفني والوسط الإعلامي النهاردة بإعلان وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري. وفاته كانت صباح اليوم، وسبب رحيله المفاجئ كشف عنه خاله إن هو تعرض لذبحة قلبية. نعت النجمة إليسا الإعلامي السوري صبحي عطري بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع إكس اللي هو تويتر سابقا، وكتبت إليسا قائلة: ما عندي كلام يعبر عن حزني لرحيل الإعلامي صبحي عطري، وجهه المبتسم وطريقته التي ما بتشبه حدا بالمقابلات كانت تخليني دغري أبتسم لما أشوفه. الساحة الإعلامية خسرت إعلامي شاطر ومحترف وخلوق، رح نشتاق كلنا لبصمته ووجوده. الله يصبر عائلته وزملائه وتكون نفسه بالسما. وتوفي الإعلامي السوري صبحي عطري صباح اليوم الأربعاء وسط صدمة كبيرة، لا سيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام، باعتباره متخصص في تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات، وده اللي خلاه يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات. صبحي عطري من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية، وتخرج من جامعة حلب قسم أعمال إدارية. حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني. بدأ مسيرته الإعلامية سنة 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وال بي سي ودي ام تي في، ومنها يا هلا وآخر الأخبار أونلاين وستار وورلد وموزايك وفان نيوز. كان معد ومقدم برامج في الام بي سي ما بين 2014 و 2023، حيث قدم برنامج تريندينج، كما كان مراسل برنامج اي تي بالعربي.